هلو حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده قلت اغير شكل السيراميك بتاع المطبخ بتاعي، فجبت النهارده ورق الحائط ده، او اسمه الفوم الحجري، اي حاجه يعني مش هتفرق. بصوا ادي شكله، ادي الفرخ معانا. عايزه اوريكم شكله كله قد ايه. بصوا قد ايه، شايفين اه ده المقاس بتاعه. المقاس بتاعه 40 او 50 في 70. تمام. تعالوا اوريكم شكل المطبخ قبل ما اعمله، وهوريكم شكل بعد ما اخلص. ادي شكل المطبخ بتاعي اهو. شكل السيراميك اللي انا هغيره. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. يلا. اول حاجه هعملها معايا، همسح الحيطه كويس كده اهو، عشان لما اجي الزق اللزق بتاعي ما انا هبتدي بقى اشتغل معاكم كده. هداخل المطبخ بتاعي بالشكل ده. تمام. هقيس معايا الورق الاول واشوفه هحتاج لحد فين. انا قصت لحد البلاطه دي كده. تمام. طبعا انا معرفتش اصور وانا بلزق، فقلت اوريكم. بصوا كده جزء من اللي انا عملته. بصوا الكركبه، ادي الكركبه. هخلص خالص واوريكم الشكل النهائي. انا هنا جبت معايا كلمه كيتشن اهي. الكلمه هنا بيبقى معاها دبل فيس زي ما انتم شايفين كده. هنا في شوكه معانا زياده، المفروض شوكه ومعلقه وسكينه. تعالوا بقى نلزقها كده مع بعض. معانا كلمة كيتشن، نحطها فوق كده. بعدين احط البراد، بعدين احط البراد اهو. بعدين احط الفنجان. احاول اميل البراد شوية. انا نسايه هنا بالشكل ده. بعدين هحط كلمة كوفي. بعدين هحط دي كده هنا. تمام. شكلها حلو كده اهو. ادي شكل الكلمة معايا اهو. بصوا غيرت شكل المطبخ خالص. تمام. انا هنا لقيت معايا سلك بتاع انوار، هنوره وهوريكم شكله. بصراحة ما كنتش متوقعة ان الشكل النهائي يبقى بالجمال ده وبالشياكة دي. بصراحة تحفة تحفة تحفة. و... والديكور ده كله ما كلفنيش اي حاجة خالص، يعني التكلفة كانت حاجات بسيطة بس. شوف الانوار كمان شكلها حلو جدا. الكوستر ده على الوشين، وش ذهبي ووش فضي. شوف ده الشكل النهائي معايا.